انت ايه حجتك النهارده انك ما تكونش بني ادم كويس وفخور بنفسك؟ لو حجتك الظروف فالظروف على الكل، ولو حجتك الوقت فالوقت بيعدي عليك وعلى غيرك. الحقيقة اللي انت مش عايز تسمعها ان حجتك هي نفسك. مفيش حد هيشيل شيلتك غيرك. كل يوم بتصحى فيه وانت مستني اشارة من السماء او فرصة تخبط على بابك او حد يكتشف موهبتك ويشيلك على كتافه. انت فعليا عايش في وهم وبتحفر قبر احلامك بايدك. مفيش منقذ هيجيلك. فكرة ان في حد هيجي يغير الواقع بتاعك ده مش هيحصل. وفوق بقى واعرف انك انت المنقذ وانت العدو في نفس الوقت. لو ما بدأتش انت عشان تنور طريقك هتفضل عايش في الضلمة طول عمرك. كل يوم بتأجله. انت مش بس بتضيع وقت، انت بتبني سور عالي حوالين سجنك، بتخلي حتى فكرة الخروج منه بقت أصعب. قوم دلوقتي. مفيش حد مهتم بنجاحك أو فشلك قد ما أنت المفروض تهتم. هتقولي إنك حاولت كتير ومش عارف تكمل. عارف ليه بتحس الإحساس ده ودايما حاسس إنك واقف في نص الطريق؟ عشان أنت ماشي ببنزين الحماس، والحماس ده بنزينه مغشوش، بيولع بسرعة وبينطفي عند أول مطب. الحماس مجرد شعور، والمشاعر دي متقلبة زيها زي الجو. السر اللي الناس شغالة بيه هو النظام والاستمرار، وهو أصلا مش سر، بس دي الحقيقة اللي انت رافض تواجهها. الفرق بين اللي بيوصل واللي بيفضل يحلم هو الانضباط. الانضباط معناه انك تعمل كل اللي وراك في الوقت اللي لازم يتعمل فيه، سواء كنت في المود او حتى كنت كاره نفسك. لان المزاج ده عيل دلوع ساكن جواك. لو سمحت له ان هو اللي يسوق المركب هتغرقك. وما تسألش عن الشغف، لان الشغف بيجي بعد ما تنجز شغلك ومهامك وتشوف نتيجة تعبك ونجاحك. ابني النظام اللي يحميك من تقلباتك النفسية بقى، وخلي الشغل عادة يومية زيها زي النفس اللي بتتنفسه. وما تسمعش كلام مزاجك، وخلي مزاجك هو اللي يسمع كلامك. وبطل يا أخي بقى تجلد نفسك وتقول أنا كسول. لا، أنت مش كسول، أنت بس تايه، وعقلك هو اللي بيترعب من المجهول. ولما بتبص لقيمة الجبل مرة واحدة عقلك بيجيله شلل تهرب بقى لأي فكرة تيجي في دماغك. صح غلط مش هتفرق، وكل ده بسبب مخاوفك من الفشل. يا عم هو انت بدأت أصلا عشان تعيش الوهم ده؟ الحل انك ما تبصش لقمة الجبل، بص تحت رجلك بس، وابدأ بأصغر خطوة ممكنة. خطوة تافهة جدا لدرجة انك ما تقدرش تلاقي عذر تهرب منه. اول ما تبدأ الضباب اللي في دماغك هيختفي والطريق هينور لوحده وانت ماشي. وقمة الجبل اللي كنت خايف تفشل بسبب انك بصيت عليها هتقرب منك اكتر، وهتحس انك ضيعت وقت كتير بدون وجه حق منك. وكانت اكبر جريمة بتعملها في حق روحك هي انك بتقارن كواليس حياتك المليانة تعب وشك وتعثر افلام غيرك المترتبة واللي بتلمع على السوشيال ميديا. انت بتقارن بدايتك اللي لسه على قدها ومنتصف طريق حد غيرك. وانا هنا بقول منتصف طريق لان هو كمان لسه ليه طموحاته وعايز يوصل لقمة اعلى واعلى. وده قمة الظلم لنفسه، لان المقارنة عاملة زي السم اللي بيقتل الرضا وبيأكل طاقتك. افتكر دايما ان كل واحد له وضعه الخاص وظروفه اللي انت ما تعرفش عنها حاجة. المنافس الوحيد اللي يستاهل طاقتك هي النسخة التانية منك اللي كانت في مرايتك امبارح. ولو بقيت النهاردة أحسن بنسبة حتى 1% فأنت ماشي صح. ركز في ورقتك لأن الامتحان مختلف لكل واحد. كلمة أنا لسه مش جاهز هي الدرع اللي احنا بنستخبي وراه عشان خايفين من المواجهة. الحقيقة إن عمرك ما هتكون جاهز 100%. الكمال هو عدو البداية. لو استنى العلماء والناجحين اللحظة المثالية ما كانش زماننا وصلنا لأي حاجة النهاردة. ابدأ وانت مرعوب وخايف، ابدأ وإمكانياتك تعبانة، ابدأ وانت ما معكش غير موبايلك. الخبرة ما بتجيش في الكورسات أو الكتب، الخبرة بتيجي وانت في المعمعة. التعلم الحقيقي بيحصل تحت ضغط.
ارمي نفسك في البحر وهتتعلم السباحة غصب عنك. ما هو النجاح ده مش نطة وخلاص في الهوا. النجاح ده هو تراكم لخطوات مملة وبسيطة ولكن مستمرة. الجبال ما بتتهدش في يوم، الجبال بتتنقل حجر ورا حجر. العبقرية هي إنك تقدر تستثمر في فعل الحاجات البسيطة لفترة طويلة جدا. ما تستهونش بالخطوة الصفرية، لأن الصعود لقمة ناطحة السحاب بيبدأ بقرار إنك ترفع رجلك عن الأرض. حياتك هي مجموع قراراتك الصغيرة اللي بتاخدها دلوقتي. بطل تأجيل، بطل أعذار، وأرجوك حط نقطة وابدأ من أول السطر.